Thanks very much for talking to us. My first question, we're meeting in Assad's old palace. Does that mean that you are going to be the new president? موضوع الرئاسة السورية القادمة أعتقد أنه سابق لأوانه الحديث عنها يعني في الوقت الحالي، لأن سوريا الآن لازم تمر بثلاث مراحل على أقل التقدير. أول مرحلة هي استلام الحكومة واللي تمت خلال الفترة الماضية. المرحلة الثانية هو المفروض تكون في دعوة لمؤتمر وطني جامع لكل السوريين. من خلال المؤتمر الوطني هذا يصوت على بعض المسائل الهامة، منها حل الدستور، منها حل البرلمان، منها أيضا تشكيل مجلس استشاري هو يملأ الفراغ الدستوري والبرلماني خلال الفترة المؤقتة إلى حين تجهز المنطقة حتى يصير في بنية تحتية للانتخابات. كما نعلم نحن اليوم نصف الشعب السوري موجود خارج البلاد، وكثير منهم ليس لديه وثائق. كان النظام السابق كان يحارب السوريين بوثائقهم، بجوازات السفر، بنفوسهم. فنحن نحتاج إلى عملية إحصاء شاملة، وإلى أن يعني تبدأ فتح السفارات السورية في البلدان العربية والتواصل القانوني مع الجاليات السورية في المهجر. So you're talking about elections. Does that mean to say you would like this country to become a democracy? يعني من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم، من حق الناس أن يختاروا من يمثلهم في مجلس الشعب ومجلس النواب. You've made a lot of promises. You said that you'll respect the mosaic of different sectarian groups here in Syria, minorities as well. Are you going to keep those promises? المجتمع السوري يعيش مع بعضه بكافة مكوناته منذ آلاف السنين، وهنا لا يستطيع أحد أن يلغي الآخر يعني في سوريا. فأعتقد أن يعني نحن سنبحث من خلال المؤتمرات، من خلال الحوار، عن عقد اجتماعي كامل يحافظ على أمن مستدام للسوريين أن يعيشوا مع بعضهم. النظام حاول بشتى الوسائل في السابق أن يثير هذه النعرات الطائفية والبينية ليحافظ على حكمه، ولكن أعتقد أنه فشل، والثورة أثبتت بأنها قادرة على استيعاب الجميع. وعندما دخلنا إلى حواضر ومدن كبرى بقيت كل هذه الطوائف موجودة، بالعكس لاقينا ترحيب كبير وواسع من قبل الناس. So this isn't going to be some kind of a caliphate, or you're not going to make Syria into a country like Afghanistan, because you know that there are people who say that maybe you want to behave like the Taliban. يعني هناك فوارق كبيرة بين سوريا وطالبان. أولا شكل الحكم في كل بلد يرتبط ارتباط وثيق بالمرحلة التاريخية التي تسبقه وثقافة البلد ومجتمعه. المجتمع الأفغاني مجتمع قبلي، قبيلة لها دور كبير في حكم البلاد، أما المجتمع السوري فمجتمع مختلف تماما بتكوينه وطبيعته وطريقة تفكيره. فبالتالي سيكون الحكم في سوريا طبيعي جدا، متناسب مع ثقافة البلد وتاريخها. So the culture of Syria includes rights for women, it includes education for women, it includes tolerance for people drinking alcohol. Is that all acceptable to you? بالنسبة للتعليم المرأة بالتأكيد، يعني نحن كنا في إدلب وعندنا جامعات هناك أيضا أنشأناها منذ تقريبا أكثر من 8 سنوات، وأعتقد أن نسبة الإناث في الجامعة أكثر من 60%. And alcohol? الكثير من المسائل لا يحق لي أنا الآن أن أتكلم فيها، لأن هذه مسألة قانونية بحتة. يعني هناك لجنة قانونية ستشرف على صياغة الدستور، وهذه اللجنة مخولة وفيها كثير من الخبراء ومرجعيات قانونية أصيلة من الأرض السورية، من أهالي سوريا يعني. فبالتالي هم من سيقررون هذا الأمر، ومهمة أي حاكم هو تنفيذ هذا القانون الذي يتم التوافق عليه من قبل هذه اللجان. يعني لجنة صياغة الدستور هي مخولة في صياغة الدستور من خبراء الموجودين في البلد في صياغة القوانين الناظمة لحكم البلد، ومهمة الحاكم يجب أن تكون تطبيق لهذا القانون. You know that there are secular women in this country
who are concerned that they might have to wear hijab. They might have to wear headscarves and cover themselves. Do you think that will become necessary as far as you're concerned? المشكلة السورية أكبر من المواضيع التي يعني تسأل عنها حضرتك. المشكلة السورية كانت تعاني من نصف الشعب هجر خارج سوريا وأخرج من بيته قسرا، رمي في القنابل ورمي في البراميل الغبية في القذائف الغبية أيضا. المجتمع السوري تعرض لأكثر من 250 ضربة كيميائية. المجتمع السوري غرق كثير منه في البحار ويحاول الهروب ويهاجر إلى أوروبا. هناك قضايا عامة أهم بكثير من الذي نتحدث فيه. هذه التفاصيل اللي تسأل عنها محلها الدستور وليس محلها رأي الأشخاص. أنا أتمنى كثير من الأشياء، ولكن في نهاية المطاف ما يتوافق عليه السوريون من قانون ودستور مهمتنا هو التطبيق والحفاظ عليه وصيانته. Yeah, I agree that there are massive issues to discuss, and I'm only asking this question because, as you know, there's been a controversy on social media when the woman covered her head when she was having a photo with you, and liberal-minded Syrians said this is a sign of oppression, and very conservative religious Syrians, some of them, said, why is he even having his photo taken with a woman he's not married to? So it's controversial, isn't it? I mean, it's a controversial issue. لم أجبرها، وإنما يعني هذه حريتي الشخصية. يعني أنا أحب أن أتصور بالطريقة التي تناسبني، يعني فأنا لم أجبرها. هذا يختلف عن قانون أن يكون حاكم لجميع البلاد يعني. لكن بشكل عام هناك ثقافة عامة موجودة في هذه البلاد يجب أن تراعى ضمن القانون، وهذا الأمر يحدده القانونيون. Let's talk about wider issues that you face. First of all, this country is broken. There is massive amount of destruction. The economy is destroyed. There are huge debts. How do you begin to start dealing with all of that when the country is under sanctions and when major powers around the world and the United Nations say that you are the leader of a terrorist group? أولا تصنيف هذا هو تصنيف سياسي، يعني ليست هناك جريمة قمنا بها حتى نصنف على هذا الأمر. بالعكس، نحن راعينا خلال فترة سنوات هذه الحرب 14 سنة في خلال الثورة لم نقم باستهداف أي من الأحياء المدنية أو التعمد في قتل الأبرياء، بل بالعكس نحن من كان تقصف قرانا ومناطقنا وبلداتنا، وكان يشرف على هذا الدول الكبرى مثل روسيا ومثل إيران والنظام السوري ومن يدعمهم. فبالتالي نحن كنا حريصين كل الحرص على حياة المدنيين. فمع كل هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل النظام نحن كنا ضحية في المقابل، فصنفت الضحية. أنا أقول ممكن هذا التصنيف عبارة عن بعض التخوفات والتكهنات التي ممكن أن تراود بعض الدول، لكن ليس بالضرورة أن تكون صحيحة وصادقة. واليوم الوضع مختلف تماما. يجب أن نتعاطى مع القضية السورية على وفق الأحداث الجارية الآن. والأحداث الجارية الآن تتطلب رفع كل العقوبات عن سوريا، لأن العقوبات يعني أصدرت في حق سوريا بسبب النظام الذي كان يحكم سوريا وقام بكل هذه الجرائم. فلا ينبغي أن يحاكم الجلاد والضحية في نفس الوقت. واليوم الحمد لله الضعفاء والمساكين انتصروا على هذا النظام وخرج هذا النظام من المشهد. فبالتالي هذه العقوبات يجب أن ترفع، ثم ينبغي علينا نحن أن نقوم ببرامجنا التنموية والإصلاحية في البلاد. Of foreign countries, powerful countries, their diplomats have said that depends on you keeping your promises to respect minority rights and to run an inclusive political process. Can you assure them that you'll do that? And why should they believe you? ما يهمني هو أن يصدقني الشعب السوري، يعني ونحن وعدنا الشعب السوري في أن نحرره من هذا النظام المجرم وفعلنا ذلك. فهذا ما يهمني أولا وآخرا. فأنا لا أهتم كثيرا بما سيقال عنا في الخارج، ولست مضطرا أن أثبت للخارج أننا نعمل بصدق في اتجاه تحقيق مصالح شعبنا في الداخل. You must know that many Syrians have their doubts, that they don't believe that your group has changed. They know where you come from, that originally you were associated with Al-Qaeda
and further back, you yourself were associated with the group that became Islamic State. So they look at your history and they say, well, how can we believe this guy? نحن يعني هناك ظروف موضوعية كانت. تعرضت العراق إلى حرب كبيرة جدا، تعاطف مع كل الشارع الإسلامي والعربي، ونحن مجاورين للعراق. خرجنا لندافع عن أهل العراق بغض النظر عن من كان يقاتله، يعني يقاتل هناك. ثم وجدنا أنفسنا مع هذه الفئة التي كانت تقاتل، وهي كانت القاعدة. ثم بعد ذلك عندما يعني أنا لم أشهد أي من المعارك عندما ذهبت في اتجاه الحالة الطائفية في العراق. أنا كنت في ذاك الوقت في السجن، يعني عندما انحرفت عن مساري يعني. وعندما رجعت إلى سوريا بدأنا العمل على أساس أن سوريا في الداخل، وقطعنا أي علاقات لنا خارجية مع الخارج، يعني أو مع أي جهة تنظيمية قاعدة أو غير قاعدة يعني. والآن نحن نعمل على حماية وصيانة المصالح العليا لسوريا بقدر ما نستطيع، وهذه مسألة أصبحت من الماضي. It's absolutely part of the past. You are not going to make this country into some kind of Islamist dictatorship. ذكرت أن القانون هو من سيحكم هذا البلد، والقانون سيحمي الجميع ويحفظ حقوق الجميع إن شاء الله تعالى. فنحن لسنا بصدد لتغيير المنهجية العامة في البلد، لسنا بصدد تغيير البنية التحتية للبلد أو الحالة الديمغرافية فيها. سوريا بهذه الطوائف ومن يعيش فيها عاشت آلاف السنين على هذا المنوال. فأعتقد أنه ستكون سوريا طبيعية، يعني أنا في تصوري أنها ستكون سوريا طبيعية، وأنا سأدفع بهذا الاتجاه. ولكن القرار النهائي لشكل البلد ودستور البلد لا ينبغي أن يكون بيد شخص، ولا ينبغي الآن أنا أن أقول أنا أريد أن تكون سوريا بهذا الشكل فأفعل بهذا الشكل. هذا كلام غير منطقي، لأن هناك 27 مليون إنسان يعيش في سوريا، وفيها الكفاءات والخبرات، وفيها المرجعيات، وفيها الناس الحريصة على بلدها وعلى وطنها. فبالتالي أترك كل هذه المسألة في أيدي لجان متخصصة يختارها الشعب في أن يقرروا قانون البلد القادم. And in the end, if you get a new constitution, do you intend, as part of your plan, to have a vote for everybody to see if they like it? يعني ذكرت سيمر بعدة مراحل هذا الدستور. أولا سيكون هناك صياغة له. من المبكر جدا الحديث عن كل الخطوات، لأن هناك مسائل كثيرة تعاني منها سوريا الآن. تعاني من بنية تحتية مهدمة، القطاع الزراعي مهدد، القطاع الصناعي مهدد. هناك تحديات إقليمية أيضا تواجهها سوريا، يجب أن نجد لها حلولا عاجلة. فأعتقد أن هناك يعني كثير من التفاصيل ليست في ذهني الآن أن أجيب عنها، لأنها ليست من اختصاصي، هذا اختصاص قانوني بحت. There are many Syrians who said to me, for example, when I went to Sednaya prison and I spoke to families of people who had disappeared into that prison, probably been killed. And many of those Syrians say they can't face the future until they get justice from the Assad regime. One man said to me, I need to see Assad's people hanging in public, dead. How are you going to satisfy people? يعني هناك مبادئ أساسية في الثورة، أن الثورة ثورة ليست انتقامية، ولا ينبغي أن يكون فيها حالة انتقامية. وإذا شاهدتم سير المعركة التي حصلت، رغم أنها معركة عسكرية، لكن كان يغلب عليها الرحمة، وكان يغلب عليها التواضع، وكان يغلب عليها العفو. هناك شريحة من الناس التي يعني فعلت هذه الجرائم، مثل سجن صيدنايا وضرب الكيماوي ومجازر التي حصلت في الحولة أو في بانياس. فهؤلاء الناس يعني نحن نحاول أن نحصي أسمائهم ونرفعها إلى وزارة العدل والنيابة العامة، ثم سيعمم اسمهم على الداخل السوري، ثم من خلال وزارة الخارجية سترسل برقيات إلى دول العالم بأسرها لملاحقة هؤلاء الناس وإحضارهم إلى العدالة وتسليمهم إلى سوريا حتى يخضعوا إلى محكمة عادلة.
What about Bashar al-Assad? What should happen to him? بشار الأسد كما تعلم أنه فر من سوريا، وسيتم ملاحقته أيضا قانونيا من خلال الوسائل القانونية. وأيضا كما تعلمون أنه يعني أخذ أموال طائلة من هذا البلد وهرب بها إلى الخارج يعني. فسنطالبه بشكل قانوني، سنطالب به بشكل قانوني، ونطالب الجهات التي تحويه الآن أو تؤويه إلى تسليمه أصولا إلى سوريا حتى يحاكم من خلال القضاء السوري. Were you surprised that his regime just collapsed so quickly? وليس كثيرا يعني. النظام لم يبني الدولة بمؤسسات قادرة على خدمة هذا البلد. النظام منذ اللحظات الأولى من الثورة انهار أمام الشعب، لكنه استعان بالميليشيات الإيرانية، ثم يعني عملت على استطاعت أن تخلق نوع من التوازن يعني ثم أيضا الميليشيات الإيرانية فشلت في أن تدافع عن هذا النظام، فاستعانت بالقوات الجوية الروسية، ثم بعد ذلك حتى القوات الجوية الروسية ما استطاعت أن تحمي هذا النظام. النظام فارغ من داخله، وبنى مؤسسات تستطيع أن تحمي قصره وملكه وعائلته، لا تستطيع أن تقوم ب يعني خدمات التي يحتاجها المواطنون في البلد. You're saying the regime was weak, but militarily you have a situation now where you have foreign soldiers in this country, you have the Israelis taking territory, more occupied territory, you have the Turks up north, you have Americans in the country. Do you want them all to get out? How are you going to deal with that? يعني من أهم المبادئ التي ينبغي أن نعمل عليها في بداية الأمر هو أن نحافظ على وحدة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها. بالنسبة للأتراك كان تواجدهم في سوريا بسبب يعني بسبب الصراع الذي كان حاصل على الحدود السورية التركية، وهناك كان اتفاقيات بينه وبين سوريا قديمة يعني بمساحة معينة في العمق السوري، وعملوا على التوازن. تركيا كانت متضررة بشكل أساسي يعني بشكل رئيسي من هذا الصراع، لأن هناك ملايين من الناس خرجوا إلى تركيا، ومن تركيا ثم ذهبوا إلى أوروبا. فكان التدخل التركي ليس لقتل الشعب كما فعل من دخل في صالح النظام مثل روسيا وإيران، وإنما كان التدخل التركي ولحماية المصالح العامة أو الأمن القومي التركي بمنع تدهور الأوضاع في المناطق المحررة إلى أن تصل إلى نزوح كبير إلى داخل تركيا. أما الإسرائيليين فالإسرائيليين أنا أعتقد أن كان لديهم حجج في موضوع يعني تدخلهم في سوريا بتواجد ميليشيات الإيرانية أو حزب الله، وأعتقد أن هذه الحجج أصبحت من الماضي، ونحن استطعنا أن يعني أن نجليهم من سوريا لحزب الله والميليشيات الإيرانية، وليس هناك أي مبرر لتقدم القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية. كيف سنواجهه؟ بالضغط الدولي. نحن نتواصل مع جميع الدول من خلال الأمم المتحدة، لأن هناك اتفاق بين سوريا وإسرائيل في الأمم المتحدة 1974 في المنطقة العازلة وجود قوات أممية، ونحن أرسلنا برقيات إلى الأمم المتحدة بأننا جاهزون لإدخال القوات الأممية إلى المنطقة العازلة وملتزمون باتفاق 1974، وسنعمل على حماية القوات الأممية فيما إذا دخلت إلى مواقعها واستلمتها. But you're not planning to try and fight the Israelis. You can't, can you? They're too strong. سوريا منهكة من الحرب، سواء كانت دولة قوية أو غير قوية. سوريا الآن منهكة من الحروب، ونحن بحاجة إلى تنمية سوريا وتقويتها ويعني بث الرفاهية فيها. فلا ينبغي أن تكون الخطط خطط عدائية في سوريا على الإطلاق. سوريا لا تشكل أي خطر وأي تهديد، وأنا تكلمت بأكثر من موقع وأكثر من مناسبة بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة من الدول في العالم. What about the Kurds? Do you think the Kurds in the north, who are protected by the Americans right now, do you think that they should continue to have their autonomy? Do you think that they should also continue to support Kurdish separatists who are inside Turkey? الأكراد في سوريا جزء من شعبنا وهم جزء من مسؤوليتنا، ونحن نعمل على حماية ووحدة الأراضي السورية. فهذا الأمر خط أحمر، يجب أن لا يكون هناك تقسيم لسوريا. سوريا لا تحتمل التقسيم.
الأمر الآخر أن هناك يوجد بعض التنظيمات الغير سورية تستخدم الأراضي السورية من خلال القضية الكردية لمحاربة جهات أخرى. كما تكلمنا الآن في الملف الإسرائيلي، فأيضا نحن بنفس الوقت لا نقبل أن تكون الأراضي السورية مهددة ومزعزعة لتركيا أو لأماكن أخرى. لكن كيف نحل هذا الموضوع؟ أعتقد أن هناك يعني أصبح في بداية وسائل التواصل بيننا وبين الأكراد في شمال شرق سوريا أو تنظيم قسد، فسنعمل إن شاء الله من خلال حوار المفاوضات على إيجاد صيغة مناسبة سلمية لعلاج المشكلة هناك من غير تواجد التنظيمات المسلحة هناك. يجب أن يكون السلاح بأكمله بيد الدولة بما فيها الفصائل الثورية السورية أيضا، يجب أن تحل جميعا ويكون السلاح بيد الدولة، بيد وزارة الدفاع وبيد الجيش السوري. How do you persuade armed groups to lay down their arms? Do you do a deal with them or do you force them? أولا أعتقد أن يعني القانون هو من سيفصل بيننا وبينهم. إذا كان أصروا على تواجد السلاح خارج الدولة سيكون هذا السلاح غير قانوني، وسنحاول من خلال وسائل التفاوض والمشاورات والحوارات التي ستجري بيننا وبينهم إلى أن نصل إلى مرحلة تكون سوريا موحدة وتحت سلطة واحدة أيضا، والسلاح يكون بيد يعني الدولة فقط. What about the Russian bases in Tartus and Latakia? Do they stay? Do they go? أنا أعتقد أن سوريا بينها وبين روسيا علاقات استراتيجية قديمة يعني، فلا أعتقد أن سوريا تستطيع أن تنفك انفكاكا سريعا عن روسيا بهذه السرعة يعني. ونحن أيضا مهتمون ببناء علاقات استراتيجية وإعادتها بيننا وبين روسيا على أساس سيادة الدولة السورية واستقرار أمنها واستقلال قرارها. فلسنا مستعجلين على أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يتصوره البعض. وهناك أصبح يعني بعض بداية قنوات للتواصل بيننا وبينهم، فنحن يعني بلد لا نريد أن يكون لدينا مشاكل كبرى. نحن لسنا على قدر كافي من القوة حتى نستطيع أن نجابه روسيا من جهة وأمريكا من جهة وإسرائيل من جهة وتركيا من جهة. يجب أن نكون حلقة وصل بين جميع هذه الدول، ولا تكون سوريا يعني عندها حالة استعداء لهم. لكن هناك اتفاقيات جائرة في حق سوريا حصلت بين روسيا والنظام السابق، سنعمل على إعادة النظر بها، فإن كانت تصب في مصالح سوريا فنحن نلتزم بها، وإن كانت لا تصب في مصالح سوريا سنترك قرارها للشعب يقرره. So on the right terms, the Russians could stay? مبدئيا نعم. Everything I ask you appear to be giving very reassuring answers to all of the people who have doubts about your objectives in your organization now that you've taken over Syria. Do you think that people will believe you? لا يهمني كثيرا. ما يهمني أن الشعب يصدقنا في هذا. نحن وعدنا الشعب وعود كثيرة وقمنا بتنفيذ وعودنا، فهذا ما يهمني، رأس مالنا الشعب يعني بشكل أساسي يعني. أما الخارج فلينظروا إلى الأفعال لا ينظروا إلى الأقوال. فنحن نحن على مسيرة من هذا الذي نقوله يعني، من بعض الإجراءات التي نتكلم بها. نحن منذ 14 عام نحن موجودين في سوريا، وكنا نقاتل هذا النظام، وكنا ندير بعض المناطق المحررة إدارة شاملة يعني. فهذه الدول كانت تراقب أيضا، تراقب الأداء وتراقب السلوك وتراقب الأشياء. فما نقوله نحن فعلناه في السابق، وما نعد به فهو استمرار لما كنا نفعله في السابق. لكن يصدقوا أو لا يصدقوا هذا الأمر لا يعني كثيرا. Some people who saw you in Idlib said that you were efficient in the way that you ran Idlib, increasingly efficient, but also you didn't like opposition. You were the boss, and that was what mattered. And that sometimes you were very tough towards the opposition. You used violence against demonstrations. يعني هي كحال أي بلد ليس هناك من يجمع عليه كل من في البلد. يعني كانت تحصل بعض الاعتراضات، وهذا حق طبيعي، بالعكس هو شيء إثرائي. كان يعترض علينا كثير من الناس وعندهم حق، وكان بعض الناس يعترض علينا ليس عندهم حق، بل كان يعني يستخدموا وسائل في الاعتراض
تؤذي المؤسسات العامة والحياة العامة. فمن كان يعمل في اعتراضه على الاعتداء على المؤسسات العامة بالقانون كان يحاسب تلقائيا ليس مزاجيا. وكثير من الناس كانوا يعترضوا بالطريقة القانونية التي المسموح بها في البلد، فكان أمرهم طبيعي، وحالة طبيعية أن يعترض علينا الناس يعني. ولماذا يحصل توافق دائم في كل شيء يعني؟ هذا الأمر الغير طبيعي. Was it natural and normal to use violence to shut them up? يعني هو ما تم استخدام العنف، تم استخدام القانون في مواجهة بعض الناس الذين تعدوا على المؤسسات العامة. أن يعترض على سلوك معين، على قرار معين، هذا من حقه، لكن أن يتعدى على المؤسسات ويهدمها ويقوم بحرق مثلا بعض المؤسسات، بقطع الطرقات، فأقول هذا القانون يحاسب عليه لأنه يؤذي المصالح العامة. وهذا يحصل في بريطانيا أيضا ويحصل في أي مكان يعني. لو الآن أنا رأيت مرة مظاهرة في بريطانيا، دخل الناس إلى المتاجر وحطموها ثم ذهبوا وسرقوا بما فيها، وكانوا يتظاهرون ضد الحكومة، وكان هناك يعني الشوارع مليئة بقوات الشرطة، وكانوا يضربون الناس ويسحبوهم ويدخلوهم إلى السجن ويعاقبهم القانون. You seem very relaxed about the massive problems that you faced. You seem calm in the face of some really serious challenges. Do you feel, though, that you know, when you're on your own, when you're going to sleep at night, do you think you can actually deal with everything that you face? Syria has got loads and loads of problems. يعني نحن في مسيرتنا ينبغي أن نحافظ على الهدوء، لأن ردود الأفعال وسيلة غير سليمة لحل المشكلات الكبيرة. أنا أفكر بطريقة منهجية، وأحترم الاستراتيجيات، وأحترم الأهداف القريبة والمتوسطة وبعيدة الأمد، وطريق الوصول إلى كل من هذه الأهداف على حدة. بغير ذلك نحن لا نستطيع أن نصل أن نواجه معركة بهذا الحجم ونرفع مصيبة كانت تقع على الناس، بمصيبة استراتيجية ليس فقط على أهل سوريا بل على المنطقة بأكملها. فبالتالي الحفاظ على الهدوء وعلى التركيز في معالجة مشاكلنا، فهذا شيء ضروري وواجب على أي من يريد أن يعني يتكلم بشيء يخص مصالح العامة. Was there anything more you wanted to add? أنا أقول هناك نظرة تقليدية من الغرب على المنطقة، فأقول لا ينبغي أن تقاس الأمور بالطريقة التقليدية. ينبغي أن ننظر إلى كل حالة على حدة ونحللها بطريقة صحيحة دون الانطباع الخلفي الموجود عند الساسة والقادة الأوروبيين في التعاطي مع المنطقة. سوريا بلد مهم، وهو موقع استراتيجي ومؤثر بشكل كبير في العالم. انظر كيف أن أمريكا تتواجد فيه من جهة، وروسيا تتواجد فيه من جهة، ودول إقليمية مثل تركيا وإيران وإسرائيل أيضا. فهو له أهمية كبيرة جدا. واليوم سوريا الجديدة هي بوابة جديدة للانفتاح على العالم ولإنشاء علاقات استراتيجية متبادلة مع جميع دول العالم. فأعتقد أنها فرصة ثمينة للاستثمار بها، وأن ينبغي أن يعطى الشعب السوري فرصته في الحياة والبقاء بشكل كريم وهادئ وآمن يعني. لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يكبل سوريا وأن يزيد من معاناته في موضوع العقوبات عليه. وأعتقد أنه في القريب العاجل تنتهي فترة العقوبات، وهي بحاجة إلى تمديد إن استمرت. فأعتقد أنها هي بحاجة إلى إزالة كاملة يعني من المشهد يعني. وليس هناك ما في سوريا ما يخيف الغرب ودول الإقليم ودول الجوار على الإطلاق. نحن رفعنا الظلم عن الناس الذين كانوا تحت وطأة هذا النظام لمدة 13 سنة، وعجز المجتمع الدولي أن يحل المشكلة السورية بالطرق السلمية والسياسية، لأن النظام كان مغلق أي باب للحوار السياسي. ونحن نجحنا في فعل ذلك. استطعنا أن نحرر سوريا من هذا النظام، طردنا الميليشيات الإيرانية، طردنا حزب الله من المنطقة، وفي نفس الوقت أخرجنا الناس من السجون، وهذا أمر جدا مهم.
وأنقذنا المنطقة من أن تكون سوريا ساحة صراع إقليمية ودولية كبيرة. فحلت كل هذه المشاكل دفعة واحدة في 11 يوم دون أن تتضرر الناس. دخلنا إلى مدن كبيرة مثل حلب ودمشق دون أن ينزح منها الناس، بل الناس نزحوا إليها واستقبلونا بكل رحابة صدر، والشعب السوري فرح فرحا شديدا. فهو محكوم من قبل هذا النظام من أكثر من 50 سنة. عندما دخلنا إلى المدن وكأننا فتحنا لهم الأبواب، وكأن سوريا كلها كانت في سجن. فرق شمل الناس، شتت الأسر والعوائل. رأيتم الفيديوهات كيف يلتقي الابن بأمه بعد فراق 14 عام، وكيف يلتقي الأخ بأخيه بعد فراق أكثر من 10 سنوات. فاليوم كتب تاريخ جديد للمنطقة. نأمل من الجميع أن يعطي الفرصة المناسبة لسوريا لكي تنهض من جديد. ليس لدينا نوايا سيئة تجاه أي أحد ولا أي دولة، كل نوايانا خير وحق تجاه هؤلاء الناس. ونحن دخلنا بقوة عسكرية كبيرة، ولكن لم يكن هناك خسائر بفضل الله عز وجل، والناس بقيت هادئة وآمنة ومطمئنة. يجب أن نستثمر هذا المكتسب ليحقق مصالح المنطقة ويحقق مصلحة الشعب السوري أولا وآخرا.